يبدأ الفيلم مع الطفل موكلي وهو بيجري في الغابة وسط الذئاب وبيكون في شيء بيطارده، وبيطلع موكلي فوق الأشجار لحد ما بينكسر بيه غصن شجرة. وهنا بيظهر النمر الأسود باجيرا، واللي بيتضح إنه كان بيدرب موكلي على الهروب زي الذئاب، واللي بيفشل كالعادة. وبيبدأ باجيرا يحكي لنا القصة من الأول، وإنه هو اللي لقى الطفل موكلي وهو رضيع وكان تايه وسط الغابة، وإنه اضطر علشان ينقذ حياته إنه يسيبه وسط قطيع الذئاب علشان يحموه. اتولى موكلي ركاشة، واللي اعتبرته واحد من أولادها واتربى وسطيهم. وبيوصل النمر شاروخان، واللي بيكون أكتر حيوان مكروه في الغابة، وبيقول لهم النمر شاروخان إنه شامم ريحة بشر. وبيرد عليه أكيلا قائد الذئاب، وبيقول له إن موكلي من قطيع الذئاب. وبيقول له شاروخان إن أنتوا متبنتوا بشر. بيرد عليه أكيلا ويقول له إن موكلي لسه طفل. وبيقول له شاروخان إن الندب اللي في وشه علامة من البشر لما بيكبروا، وموكلي مصيره يكبر وهيكون ممنوع وجوده وسطهم. اول لما الجفاف ينتهي وترجع الميه من تاني وتختفي صخرة السلام هرجع واخد الطفل. وبعد ايام بيرجع المطر والمياه بتملى المكان. وبيتكلم قطيع الذئاب هيعملوا ايه مع شاروخان. وبيجي لهم موكلي وبيقول لهم انه هيمشي لانه مش عايز حد يتأذى بسببه. تكون ركاشة الام هي الوحيدة اللي مش موافقة على ان موكلي يمشي بعكس قطيع الذئاب. وبيقول لهم باجيرا انا اللي جبته ليكم وانا اللي هاخده. وبينطلق موكلي مع باجيرا في الغابة لحد ما بيوصلوا الأرض مفتوحة. وفجأة بيطلب باجيرا من موكلي إنه يجري، وهنا بيظهر شاروخان وبيهجم عليه. وبيجري موكلي وبيتقاتل شاروخان مع باجيرا لحد ما بيقدر إنه يتغلب عليه. بعدها بيكمل جري ورا موكلي لحد ما كان خلاص هيمسكه، وبيوصل قطيع الجاموس وبينقذ حياته. وبيتعلق موكلي في قرن الجاموس علشان يهرب معاهم من شاروخان. بيرجع شاروخان لقطيع الذئاب وبيسأل أكيلا عن الطفل، وبيقول له أكيلا إنه خلاص ما بقاش موجود معانا. وبيرد عليه شاروخان وبيقول له إن ده ما كانش اتفقنا، وإن المفروض كنتم تسلموه ليا زي ما اتفقنا. وبيقتل أكيلا. بيقول لقطيع الذئاب إن الطفل لازم يرجع وإنه هيستناه هنا لحد ما يسلموه له. وفي الوقت ده بيكون موكلي لسه موجود على ظهر الجاموس، واللي أول ما بيفوق بيلاقي انهيار بيحصل للجبل. فبينط في النهر وبيمسك في جذع شجرة لحد ما بيوصل لمكان غامض، وبيكون بينده على باجيرا. وبيسمع موكلي صوت بيكلمه وبيقول له ما تخافش انا مش هأذيك، انت بتعمل هنا ايه لوحدك؟ وبيرد موكلي انا مستني باجيرا. وهنا بتظهر افعى ضخمة اسمها كاو، وبتقول له انه يستنى معاها، وبتبدأ تحكي له على اللي حصل له وهو صغير. وبتسيطر الافعى على الطفل بعينيها، وبتقول له ان البشر احيانا بتسافر وبتسكن الكهوف وبيكون معاهم النار، وإن المسافر كان بيحمي ابنه لحد ما ظهر النمر شاروخان وهجم عليه. ولكن قبل ما يموت ضرب النمر في عينه. وهرب النمر بعد ما قتل الأب وما شافش الطفل. وخرج الطفل من الكهف ولقى قدامه باجيرا، ودي كانت قصة موكلي. وكانت الأفعى في الوقت ده بتعصر موكلي لحد ما أغمى عليه علشان تاكله. وبيهجم عليها دب عملاق وبيتقاتل مع الأفعى. ولما بيفوق موكلي بيلاقي الدب في وشه وبيخاف منه، وبيعرفه الدب إن هو اللي أنقذ حياته وإن لازم يرد له الجميل. وبيطلب منه انه يتسلق الجبل ويجيب له العسل. وفعلا بيبدأ موكلي انه يتسلق الجبل لحد ما بيقدر انه يوقع له العسل بعد ما بيتقرص من نحل. وبيطلب منه الدب انه يستنى معاه، بس موكلي بيقول له انه لازم يوصل لمكان البشر. وبياخده الدب لحد ما بيعرفه مكان بيوت البشر. يقول له الدب انه كده عرف مكان البشر وانه يستنى معاه، وقت ما يحب يروح لهم اديك عرفت المكان. وفي الوقت ده بيقرر موكلي انه يستنى مع الدب. وبيكون موكلي بيعوم مع الدب في المية وبيسمعوا صوت ما بين الشجر. وهنا بيظهر باجيرا وبيجري عليه موكلي وبيحكي له على كل اللي حصل له. وبالليل بيسمع موكلي صوت الأفيال وهم نايمين، ولما بيروح لهم بيلاقي فيل صغير واقع في الحفرة، وبيجري يجيب الحبل وبينقذ الفيل الصغير. وبيحكي باجيرا للدب إن شاروخان بيطارد موكلي وإنه قتل أكيلا، وإنه مش هيسكت لحد ما يوصل لموكلي، وإنه لازم يروح للبشر. ده بيحاول الدب إنه يقنع موكلي إنه يروح للبشر. وبيزعل موكلي وبيطلع فوق الشجر لحد ما بيظهر له قرد وبيفضل يضايق فيه. وبتظهر باقي القرود وبتشيل موكلي وبتجري بيه فوق الشجر. وبيكون الدب وباجيرا مش عارفين يوصلوا له لحد ما بتطلع بيه القرود فوق التل. وهنا بيظهر مخلوق مع عملاق بتخاف منه باقي القرود، وبيسأل موكلي انت من اي مكان في الغابة؟ وبيديله فاكهة علشان ياكلها، وبيقول له انا الملك لوي. وبيكون عارف قصة موكلي، وبيقول له انه محتاج حد علشان يحميه، وانه علشان يحميه عايز منه انه يجيب له الزهرة الحمراء، وبيكون بيقصد النار عند البشر. وهنا بيظهر الدب واللي بيأمر الملك لوي القرود انهم يرموه من فوق التل. وبيكون الدب بيلهي القرود لحد ما بيجي باجيرا وبيشاور لموكلي علشان يهربوا وبيطاردهم القرود. بيقول الملك لوي لموكلي ان انا املك الوحيد علشان احميك. وبيقول له موكلي ان انا رايح عند اكيلا،
وبيعرف لوي موكلي ان اكيلا مات على ايد شاروخان. وفي الوقت ده بيكون باجيرا والدب بيتقاتلوا مع القرود، ولوي بيطارد موكلي لحد ما بينط وبيتهد المبنى على لوي. وبيكون موكلي على الشجره وبيقول للدب وباجيرا اكيلا مات وانتم كنتوا عارفين وخبيتوا عليا، وبيجري ناحيه البشر وما بيحصلوش باجيرا. وبيجيب موكلي الشعله وبيرجع على الغابه وبيفضل يجري وبينده على شاروخان وبيقول له انا مش خايف منك. وبتتجمع الحيوانات وبيكتشف موكلي انه حرق الغابه لما النار كانت بتسقط منه وهو بيجري، وبتكون كل الحيوانات خايفه منه. وبيسخن شاروخان الحيوانات على موكلي، بيقول لهم ان انا قلت لكم انه هيحرقكم. فبيرمي موكلي شعلة النار في الميه، وبيقول شاروخان لموكلي ان ده اكتر تصرف غبي هو عمله، وبيبدا انه يتجه ناحيته. بس كل الحيوانات بتقف جنب موكلي، وبيهجم الدب على شاروخان وبيتقاتل معاه وبتساعده الذئاب. وبيطلب باجيرا من موكلي انه يقاتل زي البشر، وبيجري موكلي ناحيه الغابه المشتعله ووراه شاروخان وباجيرا. وبيطلع موكلي على الشجره ووراه شاروخان، وبيستفز موكلي شاروخان وبيقول له انا مش خايف منك، لحد ما بينط شاروخان على موكلي وبيقع في الفخ وبيتكسر بيه فرع الشجره وبيقع في النار، وبتكون نهايته على ايد موكلي. وبتكون الافيال قدرت انها تحول مجرى الميه على الغابه علشان تطفي النار. بعدها بيكمل موكلي حياته في الغابه وسط الحيوانات، وبتكون دي نهايه الفيلم. لو عجبك ما تنساش تشترك في القناه، ونشوفكم الفيلم الجاي.